بنزيما وكانتي وفابينيو ورومارينيو، ريال مدريد يا جدعان، منتخب اوروبا، جماهير الاتحاد السعودي. وده اللي انا كنت متوقعه بعد ثلاثية اوكلاند سيتي، بعد ما فازوا بالثلاثية، بعد ما بقى فريقهم مدجج بنجوم عالمية، منهم واحد حاصل على افضل لاعب في العالم من سنتين ثلاثة وهو كريم بنزيما. خلاص بقى شافوا نفسهم وبيتريقوا وبيحفلوا على جمهور النادي الاهلي وبيقولوا مستنيينك يا طعمية. حاضر، الطعمية بتتسوى، الطعمية في الطاسة وجايالكوا في السكة للسعودية وجايين على ملعبكوا وفي وسط جمهوركوا، وهنشوف. احنا دايما ردنا في الملعب. ووليد الفراج المذيع السعودي دشمل الزمالك، حط على الزمالك حطة، يا خبر ابيض يا جدعان على الكسفة اللي انت فيها يا حازم. حط عليهم حطة وبيقول لهم وبيفضحهم ان انتوا النادي المدلع في مصر، النادي اللي بيدعي المظلومية، اللي بيدعي المؤامرة علشان يوازن الامور بين فشل ادارته وبين سوء النتائج. فعلشان يخبي الحاجات دي بيدعي المظلومية وبيدعي المؤامرة. هجيب لكم الفيديوهات كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني. بتمنى منكم دعم الصفحة بلايك وشير وكومنت. وتعالوا نشوف الفيديو بتاع جماهير اتحاد جدة وهم بيقولوا تعالى يا طعمية. غلط وانا كنت مستنيه يغلط. هات لي حقي بقى. تمام، الطعمية بتتسوى يا باشا، الطعمية في الطاسة ومحشية كمان. واحنا مستنيين ان شاء الله يوم الجمعة الرد، مباراة مهمة جدا. عمر ما النادي الاهلي في عز قوته ما جمهوره كان ضامن ماتش. لو بنلاعب مين نهائي افريقيا 2021 لما قابلنا كايزر تشيفز، فريق طبعا متواضع. هو موجود، هو متواضع بالنسبة لنا احنا، بس مش بالنسبة لأي فريق حصالة مش شامم حتى نهائي افريقيا. واخر مرة وصل له ادينا له بالقضية وعمال بيحفل وخلاص. لا، احنا بنحترم كل فريق مهما كان، ومهما كنا احنا في عز النجومية وفي عز التألق لاعبتنا، بنحترم كل فريق. وما عندناش حاجة اسمها مباراة محسومة سواء كان الفريق قوي او ضعيف. لا، احنا عندنا كل مباراة ليها حساباتها. وان شاء الله ردنا في الملعب. عندهم كريم بنزيما، عندهم رومارينيو، عندهم كانتي، عندهم فابينيو. يعني الحقيقة فريق العالم، فريق الأحلام، الصراحة فريق الأحلام. بس ان شاء الله الاهلي يقدر، والاهلي بمن حضر، والاهلي ورجال النادي الاهلي لازم يكونوا على اتم الاستعداد، لان دي مباراة ثأرية. احنا خسرنا منهم في 2005 وجه رد الطار باذن الله. كورة هناخد بطارنا كورة وهنرد عليكم كورة في الملعب، في أرضكم، في وسط جماهيركم. إن شاء الله النادي الأهلي يعملها زي ما عملها مع الهلال السعودي لما كان مدجج بالنجوم وماريجا ومش عارف مين وأسماء كبيرة جدا وملايين الملايين مصروفة، والنادي الأهلي راح بالناشئين وشوية من البدلاء، والحمد لله عمل نتيجة تاريخية، الفوز بالأربعة. طبعا الإعلام دلوقتي عمال يحفل على الأهلي وعمال يسوي. خالد الغندور بيصدر للناس إن الأهلي الأكتر فريق دخل فيه أهداف، وأكتر فريق خسر سكور في البطولة، وأكتر فريق خسر أصلا في البطولة، وأكتر فريق خد مركز أخير في البطولة. كل ده النادي الأهلي. لكن احنا أكتر فريق مشارك في البطولة، دي المرة التاسعة. الفريق الوحيد في العالم اللي شارك 4 مرات متتالية، بسم الله ما شاء الله. وأيضا انت فين بقى يا عم؟ روح انت مكاننا كاس العالم، روح انت اتشطر كده واتجدعن وروح كاس العالم وورينا نتائجك يا عم البائس المحلي. بالله يعني بلاش بالله عليك السم في العسل
والهري اللي انت بتعمله يا كابتن خالد الغندور. يا جدعان رجعوا قناه الزمالك الله يبارك لكم عشان هو مش لاقي شغلانه. تعالوا بقى نشوف وليد الفراج وهو بيقصف جبهة الزملكاوية قصف جبهة من السعودية، صاروخ أرض جو من السعودية راشق في 100 عقبة، وهو بيقول إن الزمالك نادي البكاء ونادي المظلومية، وبيدعي المظلومية وبيدعي المؤامرة علشان يداري على بلاويه. اتفرجوا معايا على الفيديو. أبو بدر خليكم صريحين مرة، حاضرين نصير صريحين. إيش سؤالك؟ يقول واحدة بس، ها؟ ليش كل دولة عندها نادي مدلع؟ إيش الهدف من هذا؟ والله يا سالم أنا بعطيك إياها بطريقة ثانية ومن تجربة رياضية. كل بلد فيها نادي عايش دور المظلومية، كل بلد في نادي عايش دور المظلومية ويتهم منافسه الكبير أنه يحظى بامتيازات حتى يعمل توازن عند جمهوره وما يحس بالغبنة، وأنه السبب ظروف خارجية ليست متعلقة بسوء إدارة هذا النادي. في أي بلد عربي راح تلاقي هذه الصورة. ولو سألت سمير عثمان حيقول لك منه النادي اللي ينطبق عليه هذا الأمر في مصر مثلا. لا ما اعرفش. شفت حتى سمير مش عارف. نروح فاصل. عرفت بقى يا بائس يا محلي انك ريحتك فاحت، ريحتك فايحة. انتوا متخيلين ان اللي زي خالد الغندور وأسامة حسن ضبش الكرة المصرية بيتريقوا علشان احنا اكتر فريق خسرنا في كاس العالم، وده صح، واكتر فريق دخل فيه اهداف في كاس العالم، وده برضه صح. ولكن يا بائس يا محلي انا اكتر فريق حاصل على برونزية كاس العالم. اتريق عليا بحاجة انت حتى بتعرف تعملها، ببطولة حتى انت شاركت فيها. شارك بس، يعني شارك واطلع حصلك العادة واتريق يا عم براحتك. انما انت بقالك اكتر من 20 سنة بتحلم بس كده ايه تلبس بدلة كاس العالم دي. نفسك عامل التصميم بتاع البدلة يعني حمضان في الدرج عندك يا بائس يا محلي، وبتتريق عليا انا، وبتتريق عليا انا عشان خسرت من ريال مدريد وبايرن ميونخ سكور. انت متخيل كمية البؤس؟ انت متخيل يعني انت حتى مش عارف تحفل عليا بحاجة كده ايه مان تو مان، ما بتحفلش عليا بحاجة انت عاملها. انت بتستنى اي فريق يكسبني، اي بطولة اخسرها انت مش مشارك فيها حتى وبتحفل. فانا مشفق عليك، انا مشفق عليك يا بائس يا محلي فعلا. لان انت مفيش خلاص، انتهت حلول الارض بالنسبة لك في المواجهات المباشرة معايا. انتهت حلول الارض بالنسبة لك من القضية، ممكن من جدي موسيماني وقفشة من الدقيقة 85-45 ثانية، وانا فعلا مش شايفك ولا هشوفك ولا سمعك ولا عايز اسمعك. صياحك كله بالنسبة لي طرب. وان شاء الله يوم الجمعة ردنا على كل المشككين. وحتى لو خسرنا يعني لا قدر الله، انت فكرك ان لو خسرنا خلاص كده الاهلي انتهى؟ الاهلي ما بينتهيش يا باشا، الاهلي مكمل. خسرنا بطولة هنفكر في اللي بعدها، خسرنا المرة دي كاس العالم هنفكر في اللي بعده واللي بعده واللي بعده، بس هنفكر وبنفكر وبنروح وبنشارك وبنفوز بالبطولات وبنفوز بالميداليات الذهب يا بائس يا محلي. بتمنى من كل اخواتي الاهلاويه لايك وشير وكومنت دعما منكم اخوكم الاهلاوي. سلام.